ازيكم يا اصحابي. النهارده هنعمل مع بعض العيش الشمسي بطريقه سهله جدا وبطريقه المروحه. وعشان ناكل بيه الشلاوله، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نشوف احنا عملنا ازاي العيش الشمسي مع بعض. احنا هنا عندنا 4 كوبايات دقيق. دقيق عادي ابيض، ما نلخمش نفسنا ونجيب دقيق اللي هو البلدي ولا حاجه. لا، احنا كده بنبسط الامور عشان نقدر نعمل العيش الشمسي مع بعض. وهنا كمان عندي نص كوبايه رده ناعمه عادي. وعندي باكو خميره فوريه اللي هو 12 جرام تقريبا. وعندي كوبايه ميه، وممكن كمان تستعملي شويه كمان على حسب الدقيق اللي انت جايباه. تمام. كوبايه ميه فتره او دافيه على خفيف كده ماشي. انا هنا حطيت الخميره الفوريه 12 جرام زي ما احنا قلنا من الكيس. وحطيت كمان معلقه صغيره ملح، معلقه ممسوحه كده صغيره ملح. وحطيت رشه سكر بسيط عشان تشغل الخميره. لو ما عندكيش الباكو اللي هو الخميره الفوريه دوت، انتي هتحطي معلقه كبيره خميره فوريه. تمام زي ما احنا اتفقنا. كمان حطينا الميه، وممكن كمان تحتاج مننا ميه تاني على حسب نوع الدقيق اللي احنا حاطينه. تمام كده مش هنحط خالص الرد على الدقيق دلوقتي. تمام، ومش هنحتاج الرد خالص مع العجين. نعجنها ونرجع مع بعض. هنا العجينه بعد ما عجنتها تمام بقت بالشكل دوت كده اهو، طريه وفي نفس الوقت مش بتلزق. تمام. حطيت في طبق كده شويه رده بسيط وحطيتها عليها عشان ما تلزقش. وعندي هنا بقى هي الاساس، صينيه صغيره، اصغر صينيه عندك او طاسه عندك بتدخل الفرن من غير ايد ومن غير اي دهون. تكون نظيفه. مقاسها هيكون صغير، اصغر حاجه عندك. تمام. وهنحط فيها الرده بالشكل اللي احنا شايفينه كده. انا هنا كده فردت الرده جوه الصينيه زي ما احنا شايفين. وهحط بقى كمان العجينه اللي احنا عملناها كده. تمام. وزي ما احنا كده نفردها في الصينيه كلها، هتبقى احلى عيش شمسي بجد. مش هتفرقوا خالص عن اللي بيتعمل في الصعيد او حاجه، مش هيفترق خالص. كده احنا هنفردها زي ما احنا فردناها كده. وعشان عايزين نعملها سريع، نعملها فين؟ ان انا فردت الرغيف الشمسي في الصينيه. اللي على فوق الوش دوت من مطرح ايدي، انا ما حطيتش رده من فوق ولا حاجه، ده من مطرح ايدي بس. احنا كده عشان نعملها بقى وتستوي بسرعه. الجو اليومين دول حر جدا، والخميره الفوريه بتتفاعل بسرعه. هنخليها لمده ساعه، هنغطيها باي كيس او اي غطا او اي حاجه لمده ساعه في مكان دافي. لو احنا مستعجلين وعايزين نعمله في خلال نص ساعه، هنحطه في الفرن، هنسخن الفرن ونروح حاطينه نغطيه باي غطا الومنيوم او ستانلس ونحطه في الفرن. تمام. بعد نص ساعه هتلاقيه تقريبا تضاعف حجمه. هندخله الفرن عشان احنا مستعجلين، وهنيجي نشوفه مع بعض بقى شكله ازاي. هنا خمر بعد حوالي نص ساعه في فرن سابق التسخين. جبت السكينه حطيتها في ميه وعملت كده بالشكل دوت كده زي ما احنا شايفين بالسكينه، علشان الهواء والفراغات لان الرغيف كبير. تمام. انت ممكن تعمليها بسكينه، وممكن كمان تعمليها بموس او بعود خل عادي، هتنفع معاكي. تمام. بس عشان فراغات الهواء اللي في الرغيف يطلع. احنا كده هنحطه في تحت المروحه حوالي 10 دقايق، او في البلكونه لو مش عندك مروحه هنحطه في البلكونه بس كده. هياخد قشره من فوق الوش حوالي 10 دقايق وندخلها الفرن على طول. الرغيف اللي احنا عملناه بعد ما قعد حوالي 10 دقايق تحت المروحه، هنسخن الفرن على درجه حراره 200 او تكون عاليه. هنحطه على الشبكه، الفرن يكون سابق التسخين. لو الفرنه بتحرق المخبوزات زي الفرنه بتاعتي، حط صينيه فيها ميه على الستوجة بتاعت الفرن من تحت، والمخبوزات هتكون على الشبكه.
هنسيبها لغاية ما تاخد لون في الفرن، لون ذهبي كده وتستوي، لون ذهبي محمر من فوق وتستوي، ونرجع مع بعض نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنا الرغيف بعد ما استوى، العيش الشمسي هنا بعد ما استوى، اول ما يطلع من الفرن على طول بشوية مية كده بايدينا ونرش كده على الرغيف، او لو عندك اللي هو الرشاش المية او البخاخ هيبقى افضل كمان. تمام، مش كتير، كذا حاجة كده بسيطة بايدك. وبعد كده هنغطي الرغيف خالص باي فوطة قطن او باي قماشة 5 دقايق، وبعد كده كلي منه عادي. هنقطع منه وهنشوفه مع بعض شكله ايه. شمسي بعد ما طلعته من الصينية بقى بالشكل دوت ومستوي وعادي جدا، وشكله كمان هنفتح منه ونشوف كمان مع بعض، هنشوفه من جوه استوى ولا لا. انا فتحته اهو بالسكينة، قسمته 2، وزي ما احنا شايفين شكله عامل ازاي، وعالي جدا وهش طبعا. يا رب الطريقة البسيطة دي تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو، باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.